السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي انا هعمل معاكم حتة اكل عظمة. لو انت فاضل عندك اكل في الفريزر وحطاه في الفريزر هقولك اعمليه ازاي وجدديه ازاي. دلوقتي انا طبعا انت شفتوا. دلوقتي جبت بطاطس وحطيت كام بيض عليها عشان اسلقهم. هسلق بطاطس واسلق بيض، قلت بدل ما اسلق كل حاجه لوحدها سلقتهم مع بعض. دلوقتي انا هعمل ايه؟ قدره فول. ده فول ناشف ما نقحتوش. انا ما نقحتش الفول ده واديكم شايفين على الطبيعه، انا غسلته بس. هعمله من غير ما انقعه. عظمه عظمه. ودلوقتي نزلت ايه بخمسه، انا جايبه ب5 جنيه عدس وب5 جنيه فول مفصص وليمونه وقرن شطه ونص كيلو فول بس فقط لا غير، وده شويه من الخل بس كده. ما تحطيش حاجه اكتر من كده مع الفول. ده فول ناشف اهوت، انا ما بليتهوش، انا ما نقحتوش في ميه. بصراحه طعم تحفه وبيستوي زيه زي اللي انت نقعاه، بياخد نفس المسافه. دلوقتي انا غليت ميه ورحت نازله ايه على الفول بالميه المغليه زي ما انتوا شايفين كده. بدل يا حبايبي ما تروحي تشتري كيس الفول ب10 جنيه وب7 جنيه، انت هتعملي دولت انا جايباهم ب27 جنيه كله على بعضه. هتعملي لك بتاع 5-6 اكياس فول، الكيس ب10 جنيه وانت ماليه على اخره كمان. مش زي اللي بتشتريه، انت بتشتريهم حبه قد كده. يعني الكيس من اللي انت هتعمليه ده يعمل لك بتاع هقول لك 10 اكياس من اللي انت بتجيبيه. هتوفري وهتدبري. دلوقتي انا هعمل اكل معاكم، ده اكل بايت اللي انا هعمله ده اكل بايت، وهتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. دلوقتي انا سلقت البطاطس والبيض وصفيتهم وهقشرهم. دلوقتي هعمل ايه بقى تاني؟ جبت حله على النار، وادي حله على النار. الحله التانيه حطيت فيها بصله مفرومه، ودي حطيت فيها معلقتين من الزيت، ونزلت بايه بشويه ايه سمنه، معلقه سمنه. وده ربع كيلو مكرونه، ربع كيلو مكرونه مرمريه. هعمل من اكل بايت هعمله اكل بص طازه طازه ولا كلمه، ما شاء الله تبارك الله. دلوقتي انا بحمر المكرونه. طبعا عشان تحمري مكرونه، تحمري شعريه لسان عصفور، لازم تهدي النار عشان تاخدي نتيجه التحمير اللي انت عايزاه الذهبي. ده ايه اكل بايت اهو، كان في الكيس في الفريزر طلعته فك، انا بوريهولكم. دلوقتي البصله احمرت اصفرت بس، رحت نازله بالطماطم ونزلت ايه بمعلقه خل. المفروض ان انا كنت انزل بمعلقه الخل دي على البصله، بس انا نسيت بصراحه، ونزلت بمعلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسود، وسبتها بقى على النار مع نفسها. يعني هي صلصه زي صلصه الكشري كده. دلوقتي دي المكرونه زي ما انتم شايفين كده اهي بتحمر معانا ايه واحده واحده. ونزلت ايه بالميه، ميه عاديه، عندك شوربه حطي، ما عندكيش حط ميه عاديه زي ما انا بحط كده. فضيت عليها ايه حوالي كوبايه ميه، ونزلت بالملح معلقه ملح برضو، ودول شويه كمون، وهنزل بالفلفل الاسود بس كده. يعني انا هعمل من اكل بايت هعمل غدوه محترمه. دلوقتي دي البطاطس اهي، انا اما تصفيها ما تحطيش عليها ميه ساقعه عشان القشره ما تمسكش فيها، تصفيها وتروحي تقشرها على طول وهي سخنه. هتقشرها على طول وهي سخنه. فانا بوريكم البيض بس وانا بقشرها. انا هقشر منها حته واسيبها، يعني اهم حاجه ان انا اقشر بطاطس سخنه مولعه. دلوقتي ادي البطاطس بص، اول قشره هتمسكيها هتروح طالعه معاكي ايه كلها زي ما انتم شايفين كده اهي. ما بتاخدش اي حاجه، سهله جدا على فكره، وطعمها بصراحه ربنا بيبقى تحفه. وهعملها بطريقه مش هتشرب زيت معاك ولا تزهقي منها، هتعوزي تاكلي منها على طول. ولا ريحتها ولا نفسها، البطاطس اللي انا بعملها دي المسلوقه دي بصراحه ربنا بتوديكوا في حته تانية. انتي الريحه بتطلع عليكي كده وهي بتحمر بتوديكي في حته تانية. دلوقتي ده المكرونه، ده ايه رز، ده رز كان عندي فاضل وحطيته في الفريزر. الرز ده كان فاضل عندي ورحت حطاه في الكيس ورحت شايلاه في الفريزر، واديني عوزته وطلعته. شايفين بقى اللون والحلاوه والطعمه.
ودي الزيت بقى قدحت الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو في الصينيه. وهنزل بالبطاطس بقى، نزلت بحوالي 3 معالق من الزيت، وهنزل بالبطاطس زي ما انتم شايفين كده، وتنطقيها تديها تقليبه وتنطقها وتحطها في الفرن بقى، تحمرها في الفرن، مش هتشرب معاكي زيت. شايفين بقى اللون اهو، ده مش لونها، لا ده لسه هدخلها الفرن تاني تحمر كمان شويه. بس انا هنزل عليها بايه؟ بالمكون ده بقى، ده مكون سحري، التوم، توم مفروم، بيخليها في حته تانيه، بيخلي ريحتها دي تنخشش في دماغك كده وهي بتستوي وهي بتحمر. يا رب دلوقتي هنزل بالبيض عشان يحمر، هحمر البيض مع البطاطس في الفرن. اظن اول مره تشوفوا حاجه زي كده، وهتشوفوا قدامكم كل حاجه على الطبيعه اهو. ونزلت بملح وفلفل اسود وكمون، والله العظيم كانت ريحتها فظيعه فظيعه، ما اقولكمش كانت عامله ازاي، بس جربوها بنفس الطريقه كده اهو. شايفين بقى انا بنطقها ازاي؟ تنطقيها بقى ودخلها الفرن، وادي الاكله اهو. ايه رايكم بقى في الغدا بتاعنا؟ غدا جميل ومش مكلف وتحفه، من اكل بايت عملت غدا، احلى غدا. شايفين البطاطس بقى، وادي البيض احمر اهو، وديت الصلصه، عملت صلصه زي صلصه الكشري اهي، وعملت شويه سلطه. وشايفين الطبق ده طبق تحفه عظمه. عارفين ما استناش يعني، انت هتحمري شويه الرز، تحمري شويه المكرونه المرمريه، ولو ما عندكيش رز بايت هتحطي ايه؟ رز عادي، كوبايه مكرونه على كوبايه رز، وتروحي عاملاهم في بعض، وعامله الصلصه ديت، وعامله لك بطاطسايه بقى محمراها زي ما انا حمرتها كده في الفرن، مع كام بيضه. لو ما فيش بيض خلاص بطاطس، لو ما عندكيش بطاطس صغيره ممكن بطاطس تحمير عادي وتحمرها بنفس الطريقه في الفرن، ولا تشرب زيت منك ولا اي حاجه. ب3 معالق زيت هتحمري احلى بطاطس. شايفين الرز بقى مع المكرونه عامل ازاي؟ شايفين المنظر تحفه ازاي؟ ولا الصلصه، تحطي بقى شويه الصلصه وتاكلي بقى. عظمه عظمه. اظن محدش عمل الاكله دي قبل كده، محدش عمل لكم الاكله دي قبل كده، انا بقى عملتها لكم. اكله تحفه وجميله وبسيطه وخفيفه، والله العظيم خفيفه. يعني عملت اهو من رز بايت عملت غدا. وادي الفول بقى، شايفين الفول وجماله؟ ايه رايكم بقى في الفول؟ ولا نقحته ولا اي حاجه على فكره، ما نقحتوش. شايفين عامل ازاي؟ زي الزبده. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ايه رايكم بقى في شويه الفول العظمه ده؟ شويه فول عظمه، احنا كلنا منه وعبيت منه 6 اكياس محترمين. الكيس لو هتشتريه هيقول لك 15 جنيه 20 جنيه، واديكم بتشتروا فول وعارفين. دلوقتي فضيته في الطبق اهو عشان يبرد، ودلوقتي بعبيه بقى في الاكياس. وفول صافي، مش فول عليه رز وميه، فول صافي. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم بقى في شويه الفول دي؟ على فكره الاضاءه ظلماه، لونه جميل وتحفه، ولا طعمه بقى ولا ريحته وانت بتسويه. شايفين بقى الجمال والحلاوه ده بقى، ولا اللي انت بتشتريه من المطعم؟ بصوا بوريكم مستوي زبده ازاي. شايفين الزبده والقشره دايبه ذوبان دايبه، لكن اللي بيبقى منقوع القشره ما بتدوبش، ما بتبقاش زي اللي انت بتسويه، بتشطفيه كده وتسويه. اديكم شايفين كل حاجه على الطبيعه. انا شطفته بشويه ميه وولحت عليه اهو. شايفين يا دوبك هو فول مفصص ب5 جنيه، وب5 جنيه عدس، ونص كيلو فول، وليمونه وقرن شطه، ومعلقتين من الخل وبس اهو. شايفين عملت كام كيس فول اهو؟ شايفين الكيس قد ايه؟ عملت 6 اكياس فول غير ما اكلنا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.